عيادة الموتوسيكلات. سلسلة جديدة هنتكلم فيها ان شاء الله عن ازاي تكشف على الموتوسيكل بتاعك وانت بتشتريه، سواء كان زيرو او مستعمل، واهم الاجزاء اللي في الموتوسيكل. يقدمها لكم اخوكم محمود سولو. ويلا بينا نشوف اول مريض معانا في حلقة النهارده، الا وهو المساعدين. المساعدين من الحاجات المهمة جدا اللي بتمتص الصدمات بتاعة الطريق كلها، ومن الحاجات اللي بص يعني لو فيها عيب هتزاولك اخر مزاولة، عشان ديت لو باظت هتخليك تحس بكل الصدمات بتاعة الطريق في عظمك وفي جسمك، وده هيأثر عليك على المدى البعيد صحيا. لازم تتأكد دايما المساعد سليم، ودي من الحاجات اللي غالبا بتظهر وانت بتجرب الموتوسيكل، مش واحنا بنكشف على الواقف كده. احنا لحد دلوقتي بنكشف كل الكشف بتاعنا على الواقف، حاجات انت بتكشف عليها في الواقف. لسه ما جربناش ان احنا ندور الموتوسيكل ونمشي بيه ونشوف الحاجات اللي فيه. خلينا بس الاول نجاوب على سؤال الحلقه اللي فاتت، اللي هو ايه الفرق بين المساعد اللي في النص السبور والمساعد اللي بيبقى راكب هنا واحد يمين واحد شمال زي اللي في الفي ال ام. مبدئيا السبور دوت خفيف جدا، بمعنى ان هو بيتاثر بالطريق اكتر من المساعد التاني، يعني اي حاجه بتكسره او بيتكسر اسهل، تمام. بس حلاوته ان هو خفيف، ولو انت مثلا بتاخد مطب ولا حاجه هتلاقيه بينزل ويروح معاك، فاهم؟ تلاقي المكنه بتروح معاك بسهوله جدا. ده غير ان شكله احلى بكتير. بالنسبه للشباب بتحب اكتر الشكل اللي هو السبور دوت عن الشكل التاني بتاع الفي ال ام. بس لو انت عايز حاجه تستحمل معاك بقى شقه وكده، المساعد اليمين والشمال احسن، عشان هما بيبقوا اتنين مش واحد. بس نتكلم بقى عن المساعد. مبدئيا انت بتكشف على المساعد في النظر، ان انت بتبص هنا كده على مطرح الاولسي، بتشوف المساعد دوت مطلع زيت او مسيل زيت هنا على الاولسيات ولا لا، فاهم ازاي؟ لو مسيل زيت يبقى المساعد دوت كده محتاج اولسيات، والزيت اللي فيه هتلاقيه ناقص. في نفس الوقت تسنتر الجدون بتاعك ده كده في النص، وتبص على المساعد تشوف في لوحه، فاهم؟ يعني في لوحه باينه كده او كده ولا لا، عشان برضو ديت من العيوب الخطيره جدا، واللي بتضطر ان في ناس تستعدل المساعد، ودوت حوار مش حلو ان انت تستعدل المساعد دوت. وزي ما قلت لكم دوت بيبان اكتر في الكشف على الطريق وانت بتجري بيه، لما تاخد بيه مطبات وهكذا هتلاقيه بينزل ويطلع معاك ولا ناشف وهكذا. ولو انت بتجيب مكنه لسه زيرو، فالمساعد لما يبقى ناشف دوت طبيعي، لان هو مساعد كده كده بياخد وقت عشان خاطر يطرى، فاهم ازاي؟ انما في المكن المستعمل دوت بيبقى المساعد المفروض خد وقته ومشى فبقى لين، فالمفروض ان هو يبقى سهل معاك ما يبقاش ناشف. لو بقى ناشف يبقى دي مشكله في المساعد. او لو المساعد نص زي دوت غالبا هتبقى مشكله ان هو السوسته دي محتاج يتريح عليها، عشان المساعد دوت دي حاجه كتير الناس ما يعرفوهاش، ان المساعد دوت ممكن ينزل ويوطى، يعلى ويوطى من غير ما تركب علايه، لان معظم الناس بتركب علايات. لا، انما هو انت ممكن تلعب في الرجلاج بتاعه وتعليه وتوطيه، ويعلي المكنه معاك ويوطيها من غير ما تركب علايات خالص. بما ان احنا اتكلمنا بقى عن المساعدين، تعالوا بقى نتكلم عن حاجه مهمه، ودي هتبقى سؤال حلقه النهارده، الا وهي الفرش. تفتكروا ايه الفرش وايه علاقته بالمساعد؟ اللي عارف يكتب لي تحت في الكومنتات، واللي مش عارف يستنى الحلقه الجايه اللي هنتكلم فيها ان شاء الله عن الفرش اللي هو ده، وكل حاجه عنه وازاي تكشف عليه والتفاصيل دي كلها. وبس كده، ما تنساش يا صاحبي تعمل لي فولو عشان نشوف كل جديد، وما تنساش ان الرجوع المختص شيء لابد منه عشان تبقى ضامن ان انت بتحط فلوسك في البايك الصح. ودي كانت حلقه النهارده من عياده الموتوسيكلات.